أنا بطالب الشعب، بطالب ال60% الحقيقيين من أبناء الشعب اللي بيحبوني، اللي بيقفوا ورايا، اللي بيخرجوا بمجرد ما بقول لهم عايزين نخرج، بطالبهم. وانا مش هقول لحد انا هبوس ايدك ولا هبوس رجلك لان انا زهقت، انا هقول لهم في مصر وفي قضية خطيرة جدا، اما ان احنا نقر ونؤمن بان مصر تم بيعها بمعرفة الاخوان والمجلس العسكري للولايات المتحدة الامريكية التي هي رمز للصهيونية اليهودية العالمية، واموال قطر، لان طبعا الكرسي تم شراؤه. وانا قلت هذا الكلام يا جماعة، ارجو ان احنا ما يجيش يوم نقول ان كرسي رئاسة مصر اتباع، لان ده هيأثر على تاريخ مصر. ولكن للأسف تم بالفعل بعنا الكرسي بأموال قطر ودعم أمريكي ومساندة أوروبية، اتباع الكرسي. وأصبح الأمر الآن وأنا أتحدث كل الإعلام العالمي اللي حضراتكم شفتوه بيبتدي يجهز الرأي العام مباشرة من تاني يوم، حتى ما صبروش يومين أو 3، على أساس إن مصر ستتحول إلى دولة إرهابية.